السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين على قناتي على اليوتيوب زراعة التين الشوكي في مصر. فيديو النهاردة هيكون بشكل مختلف خالص وشكل جديد ونوع آخر من إن أنا أقدم لك حاجة حابب تسأل عنها وناس بتسأل عنها وكتير بيتكلم فيها وناس نفذتها واشتغلت عليها السنة دي. أنا لو بفكر أأجر مزرعة تين شوكي بص يا سيدي، انا هقول لك ملخص الايجار او نظام الايجار عندنا، وفي ناس ممكن ترد على الفيديو ده من ضمنهم الاستاذ محمد من المنوفيه. جه اجر هنا ارض في المنطقه عندي، ويمكن طبعا الناس هتتكلم طب المساحات هنا يا جماعه اقل مساحه 5 فدادين، ان انتوا تأجر 5 فدادين، لان هنا النمر كانت بدايتها 5 فدادين ومتأسسه على 5 فدادين على بعض. فانا لو بفكر ارض فالاستاذ محمد برضه هجيب سيرته يعني، لانه راجل طبعا متابعنا على القناه، وبسبب كلام عن التين الشوكي دي اجر وشاف الوضع بعينه، يعني شاف الوضع والمزارع والشكل والمستوى وكل حاجه على الطبيعه والنظافه والتنفيذ والخدمه. الراجل بيمارس كل ده حاليا، ممكن بيكلمني في التليفون ويا ريت يرد على الفيديو ده. الايجار هنا يا جماعه نظامه كالاتي: اولا المزرعه بتتقدر حسب العمر، بمعنى اللي بأجر مزرعه منتجه تبقى مدة الإيجار لا تقل عن 4 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات. لا تقل عن 4 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات. ليه؟ هو بأجرها بفكر تاني مختلف. ايه هو الفكر المختلف؟ انه ياخد مقدم سنتين، يعني ياخد ايجار سنتين مقدم. دي فكره، دي سبب من اسباب الايجار انه ياخد سنتين مقدم. ممكن يكون متعثر ماليا، ممكن يكون عايز يجوز ابنه، عايز يبني بيت، الكلام ده كله، فبيفكر في الايجار انه يعمل ياخد سنتين مقدم. طب لو هنتكلم في الاعمار، انا حاليا كنت بتفرج على مزرعة امس، عمر 3 سنوات، مدة الايجار 5 سنين، المساحة 5 فدان. انا شخصيا كنت بتفرج عليهم امبارح. صاحبهم طالب مني 120 في السنة لل5 فدان، وانا ماسك في 100,000. فطبعا يعني في اختلاف بيننا في 20,000 جنيه، لكن في ناس تقدر تاخدها بكده وتقدر، لكن انا طبعا يعني انا بشتري يعني انا بأجر إيجارة غناوة كده زي ما بقولوا، باخد لنفسي، وهو كمان مش مغصوب برضه صاحبها، لان صاحبها برضه مرتاح ماديا، فمش مغصوب. جت ما جاتش ما جاتش. تمام. في فكرة الأستاذ محمد طبقها ازاي؟ الأستاذ محمد خد 5 فدان أجرهم، وخد إيجارهم كان على 100,000، وخدهم ب90,000 جنيه. مش عارف خدهم سنتين أو 3، يا سنتين يا 3. هو هو اتفق بقى حسب ظروفه بقى مع الراجل، واتفق على كده، وخدهم حوالي يا سنتين يا 3 فترة الإيجار. أوكي. أو ممكن يرد على الفيديو ويقول المدة قد إيه. بس عمر النبات قد إيه؟ عمره حوالي من 10 سنين. تمام. وربنا كرمه وخلصها منه على 90,000 جنيه. ده كلامه ليا، أو ممكن يكون 95 عشان نأكد المعلومة يعني. هنرجع بقى لنقطة الإيجار. هنا الإيجار الفدان يا جماعة في التين الشوكي 20,000 جنيه. إيجار الفدان في التين الشوكي 20,000 جنيه. لو أنت بتأجر مزرعة منتجة 20,000 جنيه، بتدفع إيجار الفدان 20,000 جنيه. ده نظام الإيجار. وبيكون نظام الإيجار بتدفع سنتين مقدم طالما مزرعة منتجة. بتدفع سنتين مقدم. يعني لو ال5 فدان بيتأجروا ب100,000، لو بتأجروا 100,000. في ناس بتدفع مثلا، بتخلي مثلا الفدان ب22 23,000. في ناس كده ايه شاطرة في انها تأجر مزرعتها، وفي ناس تاجر برضو بيعرف يسوق مزرعته كويس وبيجيب منها اسعار كويسة وبيقدر يخدمها كويس، يقدر حتى لو خد الفدان ب25 يقدر يكسب منها. فالناس اللي هتسأل السؤال، طب انا دلوقتي لو أجرت الفدان ب20,000 جنيه هل اقدر اكسب منه؟ طبعا تقدر تكسب منه قوي. زي ما بقول، فدان اقصى حاجه ليه خليه يصرف 7,000 جنيه في الاسعار اليومين دول. 7,000 جنيه وهم عباره عن كهرباء، احنا بنروي كهرباء على فكره.
كهرباء. الناس اللي هتقول لي طب الكهرباء غاليه، لا احنا هنا عشان التيم بيقعد معانا 8 رياض، كهربته في السنه حوالي 500 جنيه الفدان. يعني الخمسه فدان 2500 جنيه في السنه كهربتهم. تمام. هنتكلم في النقطه الثانيه، المصاريف والمبيدات. احنا بنسمد في هنا في منطقتي حاليا 3 تسميدات مع ارتفاع الاسعار. احنا كانت الاول 4، احنا خليناهم 3، وكانوا عباره عن يوريا، نترات، بوتاسيوم. يوريا، نترات، بوتاسيوم، لغينا الملح من القصه، فاصبحت 3. فالتكلفه دلوقتي انا بقول ازيد حاجه هتكون 7000 جنيه. تمام. فيوم ما 7000 على ال 25 ب 32000 جنيه. لو ال 25 ده اقصى حاجه، 25 كتير كايجار تين شكري كتير، هنقول 32000 جنيه. 32000 جنيه هتبيع لتاجر ب 55000 جنيه الفدان. تمام. كسبان فيه كام؟ كسبان فيه حوالي من 23000 جنيه الفدان في السنه. هتبيع لحسابك، ربنا بيرزقك اكتر. طب لو ما بعتش ب 55 بعت ب 50، كسبان فيه 18000 جنيه الفدان. اذا في اي حوال من الاحوال التين الشوكي مكاسبه كويسه جدا، سواء كانت ملك، سواء كانت ايجار، سواء بتسوق انت، سواء انت تاجر. فالمكاسب بتاعته كويسه جدا، لانه هو بيساعد في العائد المادي ومربح، وتسويقه بيفرق، لان انت بتبيع المنتج بطريقه كويسه جدا، هي بالحبايه، ومش انت اللي بتبيعه، السريح بيبيعه. فمكاسبه كويسه وضامن مكاسبه، لان بيعمل كذا حبايه بكذا طريقه. في بيطلع حبايه ب5 جنيه، وفي بيطلع حبايه ب2 جنيه، وفي حبايه بيطلعها بجنيه. ودي بتكون مكسب الايه، السريح اللي هو بيبيع، او الراجل اللي بيبيع في مكان معين. بمعنى انا عندي قفص فيه 100 حبايه وزنه 8 كيلو او 9 كيلو، في 100 حبايه، بحط ال 100 حبايه دول في القفص. عندي القفص فيه حبايه 150 جرام، 160 جرام، وفي حبايه 90 جرام. بيفرز ال 180 جرام ده او 170 جرام، يحطهم صف اول زي ما انت بتشوف كده السريح، وتتفرج عليه يقول لك عايز من دي ولا من دي ولا من دي، فتلاقي بيبيع لك، فيلاقي القفص معاه يفرق معاه كتير. فتسويق التين مكاسبه كويسه، سواء للسريح، سواء للتاجر، سواء لصاحب الارض، سواء لاي طريقه من الطرق في تسويقه، كله بيكسب منه. هقول لك مثال بسيط. الراجل ابو 70 سنه بيتاجر في التين الشوكي، والشاب اللي عنده 15 سنه بيتاجر في التين الشوكي. اذا تجاريا اي حد بيعرف يتعامل معاه، سواء كبار السن او صغار السن، بيتعاملوا معاه كتجاريا وتسويق. فدي ميزه ان بتساعد على تسويقه، وبتساعد على كل حاجه فيه. فدي من ضمن المميزات، ان انت تكون امورك في التسويق ماشيه تمام. وحتى انا بقولت ايجار، صاحب ارض، تاجر، موزع، سريح، كل ده بيكسب من ورا المهنه دي، لانها مكاسبها جميله وربنا براضي فيها، بسبب قله مصاريفها، قله احتياجها للمياه. كل دي عوامل بتساعد على ارتفاع، بتدي العائد المادي كويس، وبتساعد. لان كان في مزرعه تانية، في مثلا شجره تانية معينه، فده يصرف عليك 20000 جنيه مصاريفه. في الارتفاع ده يصرف عليك 20000 جنيه. انت لو بتسمد لك في فدان تاني شجره تانية 15 تسميده، 20 تسميده، ايوه بنخش في 20 تسميده في الشهر. بنسمد حوالي 3 تسميدات في الشهر. اوكي. غير عندك الكهرباء، استهلاك للكهرباء، غير استهلاك للميه، غير استهلاك للعماله، تخش في 20000 جنيه الفدان. لكن انما تكاليفه 7000 جنيه الفدان. فده بيدي ايه؟ بيشيل العبء على العائد، فالعائد بيبقى كويس. فربنا يبارك للجميع يا رب. وده قلت لكم معلومه عن الايجار، وعن فكره التسويق، وعن سهولته، وعن مكاسبه. زي ما قلت لحضرتك، صغار السن بيشتغلوا فيه، وكبار السن بيشتغلوا فيه. فدي ميزه. يعني مش زي مثلا واحد شغال في حاجه معينه يقول لك ده فئه معينه اللي بتشتغل فيها، اللي تقدر تشتغل فيها وفاهمه في المجال، ولازم يكون خريج كذا. لا، التين الشوكي متعلم، جاهل، كبار سن، صغار سن بيشتغلوا فيه. فدي بتساعد في تسويقه، وبتدي طفره على الطلب عليه. من ضمن المميزات، لمجرد تسويق الحبايه بس كاكل فقط. انما كتصنيع لا، انت عارف المصانع، فصاحب المزرعه خلاص عرف السكه، بيروح يودي للمصانع والكلام ده كله. فده من ضمن الناس اللي بتسال على المصانع. في مصنع في اكتوبر، مصنع على مساحه 20 فدان، فاتح للعصير التين الشوكي. طلعوا فريش كمان، عصير فريش كمان التين الشوكي. وبطلع البذر بيركنه على جنب. وفي مصنع، انا كنت بوديله في اسكندريه، ده برضه شغال عصير تين شوكي.
وده من ضمن الحاجات يعني، وعندي استعداد يعني اديكم ارقامهم. فدي من ضمن الميزه اللي هتساعد، وان شاء الله كل ما هو جديد تلاقوه. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه، وده فيديو انا عامله بمناسبه السنه الجديده. ان شاء الله تكون بدايه خير على الجميع وعلى كل مزارعي التين الشوكي في مصر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.